انا شايف بصراحة يا جماعة ان احنا بنشجع النادي مش انتماء، احنا بنشجع النادي ابتلاء. يعني احنا مش منتمين له، لا. لا، احنا علينا في دي ابتلاء واحنا ماشيين فيه. انا شايف ان احنا نكفي النادي ده وخلاص، على ما نشوف إدارة محترمة كده تليق بالنادي ده وبجماهيره، بدل ما احنا مرة نجيب رئيس نادي يجيب لك عياله ويسمسروا، مرة تانية نجيب لك مجلس إدارة يكون كله يجيب أصحابه، كل واحد يجيب صاحبه كده يسمسر من تحت لتحت برضو. فبلاش، بلاها النادي، بلاها تشجيع كورة، عشان انتوا عالم ولاد 60 تيت. فبلاش أقولها بأولى الستينية، أصلا انتوا عالم بقيتوا قليلة أدب ومهزئين ومش تستاهلوا أصلا الكراسي اللي تقعدوا اللي قاعدين عليها. اللي جاي عشان يعمل إعلانات لشركته، واللي جاي عشان يعمل يطبل لي ويجيب أصحابه، واللي جاي عشان يطلع على القنوات وياخد عقد كبير كده مع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. فبلاش عشان خنقتونا على الآخر. ده منظر فرقة، ده منظر فرقة يا ولاد الكحبة. دي فرقة، دي فرقة. ماتش بين 60 جزمة دي. بقالنا سنة بنقول عايزين نجهز ليناير عشان نعرف نجيب صفقات. يناير خلص واخركم لو جبتوا صفقات هتجيب كسر زيكو، هتجيبوا اللعيبة الكسر اللي زيكو. واحد عايز 100 مليون جنيه مش عارف يرفع اوفر، انكشف ساعة ما ابو 40 سنة طلع الفرقة انكشفت. يعني او اقسم بالله اول ما طلع قلت خلاص الزمالك انهزم. بس مش كده، اصلا الماتش اصلا سير الماتش مش يودي ان انت تنغلب 3. يعني واحد عندك الونش اللي الجماهير طايرة بيه، يا عم اتقوا الله بقى عشان مش تجرفونا. الونش راح عليه واحد عامل 2 عملية الكرة حتى قدامه، ولا هو عارف يحجز ولا هو عارف يطلع الكرة بره. حتى الكرة لف الراجل شمسه، المهاجم بيراميدز شمسه، مش عارف، مش عاد عنده الليونة ان هو يرجع على طول. وده حارس مرمى اللي شبه استغفر الله العظيم يا رب. عواد والله ده ما يشكرك، الكورة دي مش كورك، الكورة دي مش كورك، عشان احنا بس انت حظك ان انت جاي مع ناس ولاد 60 جزمة. مع ناس ولاد 60 جزمة، ده ولا حارس مرمى بتاع الكورة اللي انشطت عليه دخلوا اهداف، ولا ده مدافع ضيع مجهود العيل اللي جنبه اللي عنده 23 24 سنة، ضيع مجهوده اللي موت نفسه طولة الماتش. يجي الونش ضيع مجهوده. إدارة عار، لعيبة عار، مدرب ميت ابن 60 جزمة، مدرب ميت حرفيا. يعني قاعد، كفاية عليه ان هو قاعد مصلم كده، ولا في تغييرات مظبوطة ولا في اي، مش في تكتيك، مفيش. انا عايز واحد بس يطلع لي حجم كده، يعني تحس ان هما متدربين عليها. الركنيات بايظة، العرضيات زفت على دماغه ودماغ اللي بيرفعها. مفيش اقسم بالله مفيش حاجة، مفيش اي حاجة تقول ان في شغل في المدرب بيعمل شغل في الملعب. يعني الزفت بتاع اسمه جوميز كان شغله واضح 1000000%. انما ده مدرب ميت حرفيا كده، مفيش اي حاجة تذكر ولا اي حاجة، غير ان هو ضيع الملامح اللي كان جوميز كان عاملها للفرقة، اللي هو بيسيطر على الكورة ويروح ويعمل ده. ولا عنا عارفين نسيطر ولا عارفين نهاجم ولا عارفين ندافع كمان. كفاية على ناس بتطبل، بس ناس، في ناس بتطبل على حس الولاية الأولى. أنا تعبت أقسم بالله تعبت، عشان كده بقول نقفل على ما نشوف الدولة تعمل قانون ونبيع النادي ده زي أوروبا كده، زي تشيلسي ومانشستر والحاجات دي. عشان كفاية علينا إدارة العار اللي بتيجي، إدارات عار من أول الألفية وأنت جاي لغاية دلوقتي كده كله عار عار عار. هو مش يمكن في تاريخ النادي كله مسكوا رئيس نادي او اتنين هما اللي صح، بعد كده كلهم عالم ما انزل الله بقى من سلطان. يعني من اول اللي اتنزل على لقب القرن لغاية اللي قاعد يسب ويشتم لغاية ابو دلوقتي اللي جاي بتاع، بلاش اقول بتاع ايه. بس انا الواحد فصل اقسم بالله، فصل معاك وجاب اخره.